الدهسي هذه، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب العشرات، واستهدفت سوقا لعيد الميلاد. ومن موقع الحادثة في مدينة ماغديبورغ دعا المستشار الألماني أولاف شولتز مواطنيه إلى الوحدة في مواجهة ما وصفها بالكارثة الرهيبة، في وقت كثفت فيه الشرطة حضورها في الشوارع والأسواق. من ماغديبورغ تقرير لؤي غبرة. هجوم وصف بالمروع خلف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، مشهد صورته كاميرات المراقبة وأظهرت اقتحام سيارة تسير بسرعة كبيرة صدمت على طول 400 متر رواد سوق عيد الميلاد وسط مدينة ماغديبورغ شرق ألمانيا. ألقي القبض على منفذ عملية الدهس وشرعت السلطات في تحقيقاتها، بينما دق السياسيون ناقوس الخطر من طبيعة التهديد الأمني الجديد. من المهم الآن أن نوضح كل شيء، وأن يتم ذلك بأقصى درجات الدقة والاحترافية. لقد أكدنا ذلك جميعا فيما بيننا على مستوى الحكومة الفيدرالية أو الولاية، وبطبيعة الحال يجب أن نفهم تماما الجاني وفعلته ودوافعه لنتمكن من الرد بالإجراءات القانونية والعقوبة اللازمة. المهاجم من خلفية مهاجرة، لكنه يعادي المهاجرين والإسلام. هو طبيب من أصل سعودي، سبق وأن حذرت الرياض برلين من خطره، بينما نشر بنفسه أفكارا تساند اليمين المتطرف وتدعو للانتقام من ألمانيا، معادلة تغير في الاستراتيجية الأمنية، بينما حالة الصدمة امتزجت بالحزن والغضب. بداية وبعد سماع الأخبار لم أتوقع بأن الأمر سيء إلى هذا الحد، وفي كل لحظة كنت أرى أن ما حصل هنا أمر مروع. مع اقتراب الانتخابات المبكرة وبعد حل البرلمان تواجه البلاد أزمة سياسية، ومن المتوقع أن يكون هذا الهجوم محورا كبيرا في الحملات الانتخابية. وقد صرح حزب البديل من أجل ألمانيا بأن هناك أسئلة يجب أن تجيب عنها الحكومة، وهم يخططون لإقامة وقفة احتجاجية. ما لا نعرفه بعد هو التأثير الذي قد يحدثه هذا الأمر على سياسة الأمن في ألمانيا. الهجوم أشعل الجدل السياسي والمخاوف الأمنية مجددا، بينما تستعد البلاد لانتخابات مبكرة شهر فبراير المقبل. اليمين استغل المناسبة في الترويج لفكرة خطر المهاجرين، بينما يؤكد خصومه أن هذا العنف هو وليد التحريض اليميني الدائم على الكراهية ومارسه أحد مؤيدهم. إذن لم تنجح الإجراءات الأمنية المشددة هنا في حماية سوق عيد الميلاد وسط مدينة ماغديبورغ. ثغرة أمنية لا يراها الخبراء تكتيكية وحسب، بل تعني ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية والعمل السياسي على مستوى البلاد. من مدينة ماغديبورغ شرق ألمانيا، لؤي غبرة، تلفزيون دبي.